عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخنا أنا ودي أسولف قصتي وبعدها سؤالي. قصتي دقيقتين بس. عفوا يا شيخ. إيش؟ لديك قصة وسؤال. تفضل أخي بالقصة بداية. يا شيخنا أنا كنت أتاجر بالمخدرات. كنت أتاجر بالمخدرات. كان يتاجر بالمخدرات. نعم. أيوة. وعندنا مصانع للحبوب، وتجينا المعدات صناعة إسرائيلية. وين بأي بلد أنت؟ من حمص. في وسط حمص ولا حول حمص؟ احنا من الحماد. الحماد يعني من الصحراء. ايه من البادية. من البادية. نعم. ايوه. والمعامل كانت. ما هو سؤالك انك تريد؟ ماذا سؤالك؟ ما هو سؤالك انت؟ سؤالي يا شيخ الان انت قلت كنت اعمل ايه؟ كنت اتاجر المخدرات يا طيب شيخ. ما سؤالك؟ ما سؤالك المهم اخي فارس، ما هو السؤال الذي تريد ان توجهه للشيخ؟ يا شيخ ودي اتوب، وش اسوي بالمال؟ ودي اتبرع بالمال من اجل الثورة، هل يجوز؟ افتوني يا شيخ. لكن انت تقول ان تتبرع من مال ثورة، يعني تريد ان يسجلوا علينا اننا نقول ان يتبرعوا بالمال المخدرات للثورة؟ تريد ان تسجل علينا هذا؟ أنت تحلف بالله العظيم أنك تريد الحق؟ يا شيخ ودي أتوب وعلى يد قناتكم بإذن الله. طيب لا، أنا سألتك أن تحلف بالله العظيم أنك صادق، أنك يعني تريد أن تتوب، هذا قصدي، ولا تريد نعم. أقسم بالله العظيم إني بإذن الله تايب. طيب بإذن الله إني تايب. وهذه مصانع كانت عندكم، مصانع ولا زراعة؟ لا يا شيخ، الزراعة تجينا من حزب الشيطان. ايش؟ الزراعة الحشيش يجينا من حزب الشيطان، يدخلوها من الحدود وما تفتش. طيب عفوا اخي فارس، يعني واين كان النظام حينما كنتم تتاجرون هذه المتاجرة وتهربونها بواسطة حزب الله؟ يحمينا آصف شوكت. من؟ يحمينا آصف شوكت. يحميهم آصف شوكت. طيب إذا الرجل صادق في توبته، الرجل يعترف ويقول أنا كنت أتاجر بالمخدرات، أتعاون مع حزب الله وبحماية آصف شوكت، والآن أريد أن شوف يا أخي، هذا أمر خطير على الهواء أن تقول هذا الأمر. أنت لوجه الله يا شيخ. لا لحظة، ماني ماخذ أي إنسان. طيب اسمع، أنت إيش له علاقة حزب الله بهذا الموضوع؟ إيش له علاقة؟ يا شيخ يوم الحشيش يجينا من عند حزب الشيطان، إذا ودنا نجيبه لبلاد الحرمين، يقول يعطينا سعر غير السعر إذا لغير دولة. وإذا إيش أعيد إذا كان الحشيش يجينا من حزب الشيطان، إذا نيتنا لبلاد الحرمين يعطونا نصف قيمته. يعني يعطيك خصم إذا كنت ستورد هذه المخدرات إلى بلاد الحرمين. وإذا طاحت الحدود يعطينا بدل عنها بقيمة الأولية. إذا مسكت على الحدود يعطينا حمل ثاني بالسعر اللي أعطينا إياه بأول مرة، يعني من غير ما ياخذ لنا بالحمل الثاني أي فلوس. وين كانت المصانع؟ المصانع كانت يا شيخ مزارع صبورة، وكان مزارع صبورة. وكنتوا ولم الدول هذه الدول اللي كنتوا توردوا لها؟ الخليج بشكل عام، وخصوصا بلاد الحرمين. وكان عفوا ايش له علاقه؟ قلت لي شو اسمه آصف شوكت؟ هو يقول هو يحمينا يا شيخ من، يعني انتم تعملون مع، دعنا نقولها بصراحه اكثر. فارس، انت تقول انك تاجر مخدرات ومحمي من آصف شوكت وتعامل مع حزب الله، يعني جمعت المصايب كلها مع بعض، والان ترغب في التوبه. تحلف. لحظة بإذن الله. اصبر أنا ما نريد هذا أمر أخي، لأن كان الشيخ الفاضل الدكتور عبد الرحمن دمشقي ذكر في كتبه وذكر في محاضراته أنه في مزارع شبعة وما بعرف وين بالبقاع وغيره، كان أن حزب الله كانوا يزرعوا الحشيش والمخدرات. أقول صدقا، هذا الرجل الشيخ عبد الرحمن معروف من أصدق الناس ومن يعني أوثقهم، لكن كانت في نفسي شيء من الريبة، أنه معقول حزب الله يفعل هذا الأمر.
أنا أريدك تقسم بالله العظيم، اصبر وإلا يصيبك أنت إذا بتكذب بحرف واحد، تقول أقسم بالله العظيم على ما أقول بكل كلمة قلتها بإذن الله. شو قاعد ما أعد القسم أخي فارس. يا شيخنا أقسم نعم. بالله العظيم إني صادق بكل كلمة قلتها، والمواد كانت تجينا من الصين. مواد الحبوب تجينا من الصين. لا عفوا أخي فارس أنت تقول تأتيكم المواد من الصين ثم كنت تقول أنها من حزب الله، اشرح لي كيف الطريقة. الحشيش يا شيخنا يجينا من حزب الشيطان. نعم. والحبوب تجينا موادها من الصين. نعم. والطبيب يجي محمي بطيارة خاصة من ألمانيا، ونوبات يجينا من تركيا. الطبيب؟ وش دخل الطبيب؟ يعني قصدك لا يسمى طبيبا، يعني من يصنع الخلطات تقصد؟ اي يا شيخ. ايش؟ ويجي محمي بسيارات امن يا شيخ من المطار سيارات امن سورية طبعا. يجينا من المطار لمزارع صبورة، يظل 3-4 ايام ويمشي. طيب اخي فارس عفوا، اين تذهب الاموال بعد ذلك؟ من الشركاء معكم في هذا الامر؟ معانا آصف شوكت يا شيخ ياخذ النصف. طيب انت كعامل وش عرفك انه آصف شوكت معك؟ انت عامل. يعني هو يتعامل معنا شخصيا يا شيخ. انت تعتبر عامل ام من رؤوس هذه العملية؟ لا يا شيخ من رؤوسها. طيب اذا الان انت اقسمت على ذلك؟ اقسم بالله العظيم اني كل كلمة قلتها باذن الله صادق فيها. طيب وتريد ان تتوب، ماذا من الممكن ان تفعل بهذه الاموال؟ المصانع شلون انتم شو سووا المصانع؟ يعني سووا حبوب المصانع ايش؟ مكابس يا شيخ. مكابس يعني مكابس تكبس حبوب. يعني تأخذون المادة الخام من الصين ومن حزب الله؟ من الصين، واللي يسوي الخلطات يجينا من ألمانيا، ونوبات يجينا من تركيا. يعني لا نريد تفاصيل أكثر حتى لا نعلمهم. والمصانع من إيران؟ من إسرائيل. إيش؟ من إسرائيل يا شيخ، واللي يجيبها آصف شوكت. المصانع من إسرائيل؟ من إسرائيل يا شيخ. طيب إيش عرفك؟ مكتوب عليها يا شيخ. تحلف بالله العظيم؟ اقسم بالله العظيم يا شيخ، اقسم بالله العظيم اني صادق. واؤكد اخيرا اخي فارس، ما هي الشريحة الاولى المستهدفة من بضاعتكم؟ الى اين يعني اين تبيعون هذه البضاعة؟ الخليج وبالاخص بلاد الحرمين. وكنتوا تبيعوا بحمص وسوريا؟ لا يا شيخ، بسوريا ما نبيع اي شيء. ممنوع يعني ولا كيف؟ لا احنا ولا السعر رخيص؟ الاسعار يقولون بالخليج، واحيانا يا شيخ يخلطونها عظم. ايش؟ يخلطونها عظم. ما فهمت هذه. يخلطوها عظم يطحنوه ويخلطوه مع الحبوب. يعني مغشوشه علشان لا يسوي مشاكل دماغ. جيد، معناته الجماعه ناصحين، معناه جيد. ما دام المصنع اسرائيلي، المصنع اسرائيلي والمورد شيوعي من الصين، والزارع من الروافض، وتحت حماية العصابة السورية، والله خوش نظام، والله خوش حكم، خوش عصابة. طيب شيخ تفتي على الهواء ام ناخذ رقمه من الكنترول؟ لا خذ رقم. يا شيخ ودي اسولفك سوالف ودها يومين ما تخلص والله يا شيخ. طيب انا اطلب من الاخوة في الكنترول اخذ رقم. عنده قصة ولا القصة؟ لديك شيء مهم اخي اخر اخي فارس؟ بس يا شيخ ودي تفتوني يا شيخ وش اسوي بالمال. طيب تعطي الرقم ان شاء الله للاخوه في الكنترول يتواصل معك. شكرا اخي فارس، واسال الله ان يقبل توبتك. دمرت يعني جمعت يسموه كان مثلث فضيلة الشيخ، مثلث الشيطان، لكن هذا جمع المسدس الشيطاني.